يا ترى كل مرة بتأجل فيها المهام المطلوبة بتحس بإيه؟ بحس إن أنا متضايق من نفسي، في جلد على ذاتي، طول الوقت أنا مضغوط نفسيا، في مقاومة داخلية. تعال نفكك كده التسويف بالنسبة لنا. التسويف مش معناه كسل، هو معناه هروب من شيء جواك أنت مش عايز تواجهه. ممكن يكون هروب من مخاوف معينة، أنا خايف من الفشل، ممكن خايف من النجاح، ممكن خايف من المسؤولية، ممكن خايف من النقد. ففي حاجة أعمق بكتير بتخليني أأجل المهام دي وما أبدأش فيها. ممكن يكون عندي سعي للمثالية، يعني أنا مش بعرف أعمل الحاجة غير لما تكون كاملة 100%، ومفيش حاجة بتكون كاملة 100%، فبيحصل لي إحباط، فببدأ إن أنا أأجل المهام. ممكن أنا حد عندي إرهاق نفسي فمش قادر أكمل، وبالتالي طول الوقت عمال أأجل في المهام المهمة. تعال نقول النهاردة أهم علامات التسويف. أول حاجة إن أنت طول الوقت عمال تأجل بدون أي مبرر، يعني ممكن يكون المهمة المفروض تبدأ فيها الآن وكل شوية عمال تفتح في حاجات تانية هي مش مهمة. فالتأجيل بدون أي منطق بيقول إن أنت بتهرب من شيء جواك. رقم 2 إن أنا أول ما باجي أبدأ بحس بضغط، بحس بثقل جوايا، بحس إن في مقاومة، عقلي عايز يهرب في اللحظة دي، مش عاوز يبدأ. رقم 3 أنا مش بشتغل غير تحت ضغط، يعني المطلوب مني ممكن يكون عندي مساحة كبيرة جدا، بسيب المساحة الكبيرة جدا واجي في الوقت الضيق جدا واخلص المهام المطلوبة مني. دي علامات بتقول ان انا عندي تسويف، ان انا عندي احساس جوايا اعمق بكتير محتاج ان انا اواجهه وافكك الاحساس ده، وابدا ان انا افهم احساسي جاي يقول لي ايه. وعشان ابدا ان انا اعالج قصة التسويف لازم افهم نفسي كويس جدا. اول حاجه لو انا ما عنديش هدف واضح قدامي هفضل طول الوقت باجل. لو انا من الناس اللي ما بحسش بالوقت فانا لازم ابدا احط ليا وقت معين اخلص فيه المهام. عارفين خطه ال5 دقايق؟ انا هبدا في ال5 دقايق دلوقتي. ال5 دقايق دول انا هبدا فيهم حتى لو ما كملتش مش مشكله، بس المهم انك تبدا. تعالى اسال نفسك الحاجه اللي انت بتعمل لها تسويف في الان ولازم ان انت تعملها. رقم 2 الإحساس اللي عندك لو أنت خلصت المهام دي، لو أنت خلصتها بنجاح هتحس بإيه وتشعر بإيه؟ لو ما عملتش الحاجة دي وبدأت فيها دلوقتي إيه اللي ممكن يحصل؟ طيب السؤال اللي بعد كده، أكتر حاجة بتيجي في عقلي أول ما أقول إن أنا هبدأ في المهمة، أكتر حاجة بتيجي عندي بتقول لي إيه؟ الأسئلة دي هتبدأ تفكك معاك المعنى الحقيقي لهروبك من الحاجة دي، من المهمة دي. محتاج تفهم أكتر إن أنا في حاجة جوايا مش محتاجة مني ولا هروب ولا محتاجة مني مقاومة، محتاجة إن أنا أفهمها وأعرف إن أنا التسويف عندي نتيجة شيء داخلي، نتيجة مخاوف معينة، نتيجة إن أنا محتاج إن أنا أحتوي مشاعري وأبدأ أشتغل عليها من أول وجديد. ابدأ، أهم حاجة اكتب الحاجة اللي أنت عمال تسوفها بقالك فترة، اعمل لها خطة ال5 دقايق ان انا هبدأ الان مش هوقف. ثالث حاجة غير الحوار الداخلي اللي انت بتقوله بينك وبين نفسك. الحاجة دي لما انا بأجلها بقول ايه لنفسي؟ غير الطريقة وغير الحوار مع نفسك عشان تبدأ انك تاخد اول خطوة انك تتحرر من التسويف. التسويف رسالة جايالك بتقولك قوم اتحرك، قوم اشتغل على اللي جواك من دلوقتي. يعني لو بقول لنفسي انا مش قادرة دلوقتي ابدأ بخطوة بسيطة جدا. لو بقول لنفسي ان انا دايما لازم ابدأ الحاجة وتكون 100 من 100، لا انا هبدأها ولو بحاجة بسيطة جدا، المهم ان انا ابدأ، المهم ان انا ابدأ افكك الحاجات اللي بتعطلني. التسويف مش كسل، التسويف هروب من احساس اعمق بكتير جواك، ابدأ اكشفه من دلوقتي.